قطيعة، محدش بياكلها بالساهل، كله بتمنه. يا يدفع دلوقتي، يا يدفع بعدين، يا يدفع فلوس، يا وقت، يا طاقة، يا تضحية، يا إما ندم. لكن في الأول في الآخر مفيش حاجة ببلاش. ازيكم يا حلوين؟ أنا ديانا، وده ديانا شو. هتكلم فيه معاكم في مواضيع كتيرة ومختلفة ومتنوعة، بس دايما هيكون الهدف منها احنا نخلي حياتنا أجمل وأحلى وألطف لينا واللي حوالينا. هتعلم منكم وتعلموا مني، وارب اكون عند حسن ظنكم بيا. يلا بينا. حياتنا متشكلة بعدة قرارات بناخدها كل يوم، وأفعال بناخدها كل يوم. وزي ما اتعلمنا في الفيزياء إن لكل فعل ردة فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. كل قرار انت بتاخده وكل حاجة انت بتعملها ليها عواقب وليها نتائج. فاكرين لما اتكلمنا على حلقة مين صاحبك؟ لما قلنا ان انت لما تقرر ان انت عايز تطور من نفسك وتحقق ذاتك، دايرة صحابك ومعارفك هتقل. ده تمن انت دفعته ان انت تبقى وحيد في سبيل توصل لغاية محددة، اللي هي انت تكون احسن نسخة من نفسك، وانت تكون بس مع البيئة المتأقلمة معاك والمتوافقة مع اهدافك ورؤيتك لنفسك في المستقبل. التمن اللي دفعته وقتها ان انت تكون وحيد. ولكن لو انت عايز تقضي حياتك ما تتطورش، ما تتغيرش، ما تقدمش، في تمن. انت مش هيدفع دلوقتي، التمن هيدفع بعدين. التمن هيكون ندم. التمن انت مش هتعيش حياتك بالطريقة اللي انت تستحقها، مش هتحقق اهدافك، مش هتحقق طموحاتك ولا احلامك. زي ما قلنا، اليوم زي النهاردة، والنهاردة زي بكرة، وبكرة زي اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فحياتنا متشكلة بقرارات احنا بناخدها وبنتحمل عواقبها وبندفع تمنها. في حاجتين بيعيقوا ان انت تتقدم وتستمر وتحقق نجاح. اول حاجة منطقة الراحة، وتاني حاجة المتعة الفورية. ده انا مرة ما انت سمعت ان منطقة الراحة هي المنطقة اللي بتموت فيها كل الاحلام وكل الاهداف. لو انت خايف هتفضل تقضي حياتك كلها خايف، مش هتقدم لقدام. لو انت خايف تاخد خطوة هتفضل في الكومفورت زون بتاعتك، مش هتتحرك. لو انت عايز دلوقتي تتفرج على التلفزيون وما تعملش الحاجة انت المفروض تعملها، او ما تروحش تتمرن في الجيم، هتدفع الثمن بعدين. دي المتعة الفورية ودي الكومفورت زون. النتائج بتاعتهم وقتية، لكن تمنهم غالي جدا جدا في المستقبل. ان انت تكون في علاقة توكسيك ده صعب. ان انت تمشي وتبدأ من جديد وتدي لنفسك فرصة جديدة برضو صعب. اختار الصعب اللي يريحك. لو انت ما بتاكلش كويس وما بتتمرنش وقاعد طول النهار قدام التلفزيون وما بتتحركش كتير، التمن هيكون غالي. لكن ده بتاكل كويس وبتتمرن وبتاخد بالك من جسمك، التمن اللي هتدفعه دلوقتي ان انت هتعدي حاجات كتير مش هتستمتع فيها في الوقت الحالي. ده التمن اللي انت هتدفعه. لكن المكسب هيكون اعلى بكتير في المستقبل. تحافظ على صحتك وعلى كيانك، ان انت تخلي بالك من فلوسك وتحافظ عليها وتستخدمها بطريقة مسؤولة، ده له تمن. حاجات كتير انت هتحرم نفسك منها في الوقت الحالي، لكن المكسب لقدام. ان انت تبعزق وتصرف وما يفرقش معاك برضو ليه تمن. هتبقى متقلق وهتبقى مش مستقر. ان انت في خطوة عايز تاخدها في المستقبل وما تاخدهاش، وحلم عايز تحققه وتخاف منه، ده له تمن. هتلاقي غيرك قطع عنك وعمل وهتفضل انت قاعد تبص عليهم من ورا. ده التمن اللي هتدفعه. سنة 1970 جامعة ستانفورد قررت تعمل تجربة اسمها تجربة المارشميلو. جابوا 25 ولد و25 بنت وحطوهم في أوضة وادوهم مارشميلو واحدة، وقالوا لهم انتوا عندكم حلين او اختيارين. اول واحد، انت تاكل المارشميلو دي دلوقتي وخلاص، او تستنى شوية لحد ما ارجع انا واجيب لك بدلها اتنين. تبقى بدل ما تاخد واحدة تاخد اتنين، بس لازم تستنى. طبعا بعضهم اكل المارشميلو من اولها وبعضهم استنى. تابعوا الناس دي والاطفال دول على مدار 20 سنة بعد التجربة دي. اكتشفوا ان الاشخاص اللي قدروا يتحكموا في رغباتهم ويسيطروا عليها ويمارسوا المتعة المؤجلة نجحوا في حياتهم وحققوا كل اللي هم عايزينه. واللي طبعا كلوا مارشميلو من أولها كانت فرصهم أقل وأضعف. في حاجة اسمها delayed gratification، دي اسمها المتعة المؤجلة. إنك تحرم نفسك دلوقتي عشان في حاجة لقدام هتيجي، عشان تضغط نفس على نفسك دلوقتي وتزرزر نفسك دلوقتي عشان في هدف أكبر
واحسن جاي لقدام. ده اسمه السوبر باور بتاعتك، دي قوتك الشخصيه. يكون عندك ويل باور، تقدر تتحكم في رغباتك، تقدر تتحكم في شهواتك. الحاجه اللي انت عايزها دلوقتي ممكن تستنى شويه، او بلاش منها دلوقتي، روح اعمل حاجه افيد. المتعه المؤجله دي السوبر باور بتاعتك، دي اللي تقدر توصلك لأي حاجة انت عايزها. وده ينطبق على كل مناحي الحياة عندنا، سواء في الأكل، سواء في الفلوس، سواء في العلاقات. كل ما أجلت المتعة الفورية واعتمدت على المتعة المؤجلة، حياتك هتبقى أحسن. وده التمن انت بتدفعه دلوقتي. لو انت طلعت نفسك من الكومفورت زون، حاجة خايف منها وعايز تعملها، قررت فجأة ان انت تعملها، التمن هيكون انت هتتزرزر وهتبقى خايف وتبقى مضغوط. لكن لما تعمل انت حاجة خايف منها، هتزيد ثقتك في نفسك. لما اتكلمنا على الحاجات اللي بتزيد ثقتنا في نفسنا، اللي هي الاكشن اكشن اكشن، دي كده برضو الكومفورت زون والمتعة الفورية دول هيجيبوا اخرك. دول متعتهم لحظية وتمنهم غالي جدا جدا في المستقبل. اقعد وراجع قراراتك وشوف حياتك، ايه اللي عايز تعديل، وايه اللي عايز التزام، وايه اللي عايز اتخلص منه دلوقتي، وشوف الثمن اللي انت مستعد تدفعه. لان الموضوع بالنسبه لنا ايه؟ موضوع ايه؟ اولويات. انا اولوياتي اكون مريح واقعد اتفرج على التلفزيون واضيع وقت، ولا اولوياتي ان انجح واحقق ذاتي وافيد نفسي وافيد غيري؟ ده له ثمن وده له ثمن. شوف بقى الثمن اللي انت عايز تدفعه. في مثل شايم بيقول كل واحد بيتعلم من كيسه. انت اللي بتدفع تمن الدرس اللي انت هتتعلمه. يا هتعلمه بدري يا تعلمه متأخر، يا تعلمه دلوقتي يا اما تتعلمه بعد فوت الأوان. فخلي بالك من التمن اللي انت هتدفعه، سواء دلوقتي أو سواء بعدين. والتمن، هل انت تقدر تدفعه أو لا؟ حلقة النهاردة كانت صغيرة وقصيرة، ويا رب يكون فيها إفادة. يعني هو كونسبت خفيف ظريف، مفيش فيه كلام كتير، بس يا رب تكون معلومة وصلت، يا رب كمان تكون استمتعت بيها زي ما انا استمتعت بيها معاكم. اشوفكم الحلقة الجاية. باي.